السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في مطبخ ميساء. أنا ميساء وهاي قناتي وأنا فلسطينية وبعرض لكم الأكلات التراثية الفلسطينية، وطبعا كمان بعمل الأكلات العادية اللي احنا بنعملها، وفي عندي حلويات. إذا كنتوا حابين ممكن تنزلوا على الفيديوهات اللي في أسفل القناة وتشوفوا شو أنا بعرض لكم وصفات وأكلات. اليوم رح أعمل معاكم أكلة فلسطينية مميزة كتير، مشهورة عنا في فلسطين وكمان في بلدان تانية، بس حابة أعرضها اليوم لكم على طريقته وكيف أنا بعملها في البيت. أكلة مميزة كتير، محببة كتير، خاصة زي ما حكيت في فصل الشتاء، لأنها ما بتنوى عنا إلا في فصل الشتاء بعد ما تشتي الدنيا. هي نبتة برية بنسميها عنا الخبيزة، زي ما انتم شايفين ورقتها بتكون خضراء وبتكون ناعمة، بنلقطها من الأراضي الزراعية ومن السهول، بتكون برية بتطلع لحالها بعد ما تشتي الدنيا. بعد ما بنلقطها بغسلها كتير كويس مرة أو مرتين حتى نتخلص من أي تراب أو أي غبرة موجودة عليها، بس بشكل عام بتكون هاي النبتة نظيفة لأنها أساسا بتطلع بعد ما بتشتي الدنيا في فصل الشتاء. زي ما انتم شايفين أنا في البداية عندي هنا زي ما حكيت حابة اني اعرض لكم طريقتي. انا بمسك السكينة وببدأ اقطع في ورق الخبيزة بالطريقة اللي انتم شايفينها، لاني بدي اياها تكون ورقتها اصغر من هيك. في ناس بتسلقها وبعد ما بتسلقها بتخلطها في الخلاط، بيرجع لكم حسب ما انتم حابين. بعد ما بخرطها خرط خشن بالسكينة، بنعمها كمان شوية في مخرطة الملوخية. الفكرة انه احنا بدناش اياها تكون ناعمة كتير زي الملوخية، لانه هي اساسا ورقتها بتكون ناعمة. لازم يكون فيها شوية خشونة. واذا كنتم من الناس اللي زي ما بتحبوش الغلبة، انا بس كنت حابة اني اورجيكم يعني الخطوات. بس انا بالعادة بعد ما بخرطها شوي في السكينة بحطها في المكسر وبلفها لفتين وهيك بتصير جاهزة عندي. هذا هو المكسر، او في مثلا اللي هي الاجهزة التانية اللي بسموها اللهلوبة، ايش متوفر عندكم بزبط معاكم. بنلفها لفتين وهيك بتصير جاهزة معانا. وزي ما حكيت مش لازم تكون ناعمة كتير، لازم يكون فيها شوية خشونة. عندي هنا كمية من المي، مية مفلترة حطيت، والكمية تقديرية حسب الكمية اللي انتم بدكم تعملوها. عندي هنا كمان الدقة، بالنسبة للدقة عندي تومة، عين جرادة، معلقة صغيرة من العين جرادة الناشفة اللي هو الشبت الناشف، ومعلقة كبيرة من الملح، وإيش كمان حطينا، واللي هي طبعا الفلفل الحار أو الشطة. حطيت كمان معلقة صغيرة من الفلفل الحار. في ناس بتحب كمان تدق معاها اللي هو الفلفل الأخضر. وعندي كمان معلقة صغيرة من شوربة الكنور. طبعا عندي المية مقربة إنها تغلي. بعد ما حطيت كل هاي المكونات عليها تركتها على حوالي 5 دقائق تغلي مع المكونات اللي حطيتها، لأن بدي إياها تاخد من طعم الدقة اللي أنا نزلتها. وهي عندي الخبيزة، شايفين كيف شكلها وكيف قوامها، ما بتكونش ناعمة كتير. بنزلها بالطريقة اللي انتو شايفينها. طبعا أنا الكمية اللي عاملاها حوالي تقريبا، يمكن أنا ما وزنتها لأن احنا ملقطينها من الأرض، يمكن في حدود 2 كيلو تقريبا. عشان هيك كمية المية بتكون شوية زيادة. طبعا إذا الكمية أقل بتقللوا المية، وزي ما حكيت الكمية تقديرية. الملاحظ في هاي الطبخة إنها ما بتاخدش وقت كتير على الغاز. يعني بعد ما أنا نزلت اللي هو الخبيزة راح أنزل عليها، عندي هنا أول ما بتبلش بتغلي راح أنزل عليها المفتلة. بالنسبة للمفتلة اللي هو يعني خلينا نحكي، خلينا اللي هو المفتول المعروف عنا. يعني أنا بصراحة كان عندي موجود عندي في الثلاجة متوفر، فحطيت حوالي كوباية من المفتول. إذا مش متوفر عندكم ممكن تعملوه، يعني تجهزوا كمية بسيطة بحوالي كوباية من الطحين، وافتلوها بشوية من الملح وشوية من المية. وإذا كمان مش عارفينه أو مش متوفر عندكم ممكن تحطوا شوية من البرغل، كله بيمشي وبيمشي الحال. بالنسبة للتقلاية، في ناس بتقلي التومة، بس الصراحة بحس إنه تقلاية التومة بتغير طعم هاي الأكلة. أنا بقللها بالبصل، وناس كتير كمان بتقللها بالبصل، بس المميز في هاي التقلاية إنها لازم تنعمل بزيت الزيتون. بنحط كمية وفيرة من زيت الزيتون، وعندي حبة بصل كبيرة مقطعة. حطيت عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وبستمر في التقليب حتى يبدو ياخدوا لون يعني ذهبي شوية، ما بديش إياه يكون لونها كتير غامق.
وبنزل التقلاية على طبختنا، ومتتخيلوش الريحة، ياريتكم تكونوا عندي وتشموا الريحة معايا، ريحة وطعم كتير كتير طيب. هاي الأكلة بتتقدم مع الخبز المحمص أو الخبز العربي، في ناس بتفت فيها، بنسميها فت خبيزة. بنقدمها مع الزيتون، الفلفل الأحمر، المخللات، مع عصرة ليمون. طعمها كتير طيب، صحية كتير، مفيدة جدا، خاصة للناس النباتيين. جربوها، ان شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم. واذا عجبتكم رجاء ما تنسوا تنزلوا تضغطوا على زر الاعجاب وتعلقوا اسفل الفيديو. تحياتي لكم من مطبخ ميساء حسين.